في تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الشوارع الخلفية، والحقيقة ان هو بيقدم فيه دور جديد، بيقدم دور ضابط في القوات المسلحة. بيتم اقالته لانه بيرفض ان هو يطلق الرصاص على مجموعة من الطلبة المتجمهرين في احدى المظاهرات الطلابية، وبيكون نتيجة ده ان هو بيقال من عمله. طبعا دور جميل ودور رائع، والقصة لكاتبنا الكبير والعظيم عبد الرحمن الشرقاوي، وكتب السيناريو والحوار الفنان مدحت العدل. أما الإخراج للفنان جمال عبد الحميد، والبطولة جمال سليمان، ليلى علوي، سامي العدل، وجيهان فاضل، ومحمود الجندي. اشتدت حدة المنافسة على مقعد نقيب الموسيقيين بعد إعلان الفنان محمد الحلو والفنان إيمان البحر درويش رغبتهم الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين عشان يدخلوا في منافسة كبيرة مع الموسيقار حسن فكري والموسيقار منير الوسيمي ومحمد علي سليمان ودكتور جمال سلامة بعد انسحاب دكتور حسن شرارة. وطبعا المنافسة هتبقى كبيرة وخطيرة جدا، ويا ترى مين اللي هيفوز؟ ده اللي احنا هنعرفه. يذكر ان باب الترشح اتفتح في 12 مايو، والانتخابات هتبقى 19 يوليو، أما الإعادة هتبقى في 26 يوليو. سافر الفنان عمرو رمزي إلى بورسعيد لتصوير عدد من مشاهده في مسلسل فرقة ناجي عطا الله بطولة الزعيم عادل إمام. الحقيقة إن المسلسل ده تم تصوير حوالي 85% من مشاهده، وزي ما قلنا بطولة النجم والزعيم عادل إمام، أنوشكا، محمود البزاوي، محمد إمام، وعدد كبير جدا من الفنانين. إخراج رامي إمام وتأليف يوسف معاطي. مشاهدينا، دايما اوقاتنا الحلوه بتخلص بسرعه جدا مع حضراتكم. سعدنا جدا بلقائنا بيكم وبننتظركم، بنتمنى ان انتم كمان تنتظرونا في حلقه جديده من فلاش مع اخبار كتيره عن فنانين وفنانات بتحبوهم، وكمان مجموعه من التقارير. شكرا والى اللقاء.